نبتدي كده بذكر النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البسبوسة بتاعتي عملتها من غير سمنة، يعني معنى كده إنها من غير سمنة هتبقى وحشة؟ والله العظيم عاوزة أقول لكم إن الطعم زي بتاعت بره بالظبط. امال عملتها بايه عشان تبقى زي بتاعت بره؟ حطيت زيت. هم اصلا بيحطوها بره بزيت، بيعملوها بزيت، ما بيعملوهاش بسمنه. الطعم بتاعها طرية جدا، القوام بتاعها مظبوط، مش ناشفة، وقوامها مظبوط زي بتاعت بره. وهقولك برضو في الفيديو القوام بتاع الشربات قد ايه، مقدار الشربات بتاعها قد ايه، عشان يبقى قوام البسبوسة طرية وزي ما انتوا شايفينها جميلة كده. هقولك بقى المقادير بتاعتنا، بس قبل ما اقولك المقادير ما تنسيش لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان تتابعي كل جديد انا بعمله. معايا بقى المقادير السائلة. كوباية سكر، حطيت كوباية سكر وكوباية لبن وكوباية زيت، بس هشيل من الزيت حوالي من معلقتين. يعني بصوا انا مش هاملة الكوباية الاخيرة اهو، يعني 3/4 كوباية زيت بس كده. واروح بقى جايبة، كان عندي عسل كلوكوز، الاتنين باكو فانيليا دي هسيبها في الاخر. كان عندي عسل كلوكوز ما اشتريتهوش. لو انت مش عندك خلاص، مش يعني مش هيجرى حاجه للمقدار بتاع اللي انت هتعمليه. الخليط بتاعك ده مش هيجرى له حاجه لو انت ما حطيتلهوش عسل كلوكوز. وهدوبهم بقى كده على النار. انا مش هسخن الخليط كويس يعني، بس انا يا دوب بفك بس كده العسل الكلوكوز عشان يدوب، وبعد كده هرفعه على النار. والعين التانية كان في حته زبده صغيره كانت عندي انا، مش زبده، لا اسفه، سمنه. كانت حته صغيره خالص، انت حتى هتشوفيها، بس هدهن بيها الصينيه. ولو ما عندكيش سمنه برضو تدهني بيها الصينيه، ادهني بزيت عادي خالص. وفي ناس بتحط طحينه، بس انا ما جربتهاش بصراحه بطحينه بس. والباقي ده بقى شويه، الباقي اللي هيتبقى من الطاسه اللي فيها حته السمنه دي، انا هحطهم في قلب الشربات عشان اما اجي اسقي بيها في الاخر احط في قلب الشربات، فيدي كده ايه، طراوه كده للطعم للبسبوسه برضو في الاخر. مفيش سمنه زي ما انا قلت لك، هتستخدمي زيت. انا كده معايا السائل جاهز، ومعايا جبت نص كيلو دقيق سمولينا، اسمه دقيق بسبوسه. بتروحي عند العطار وتقولي له دقيق بسبوسه. ومره تانية هبقى اعمل لكم طريقه البسبوسه بالاكياس اللي هي الاكياس الجاهزه. وذره ملح كده صغيرين، وحبة بس كده قد مقدار معلقة بيكنج باودر. مفيش بيكنج باودر مش لازم تحطي، بس انا حطيت ليه بيكنج باودر؟ لان انا هحط مقدار النص كيلو ده على صينية مقاس 30، فالصينية كبيرة شوية. فانا عاوزة ايه يعني، عشان ان هي ما تبقاش رقيقة خالص، تدي ارتفاع حاجة بسيطة، مش هتبقى كيكة، لا هي هتدي بس ارتفاع حاجة بسيطة. وحطيت الفانيليا والمقدار بقى اللي انا كنت عاملاه، اللي هو السوائل اللي هي السايلة، اللبن والسكر. وطبعا السكر ميزة الموضوع ده ان انا حطيت اللبن مع السكر والزيت مع بعض، ان هو دوب لي السكر، فايه مش هيبقى فيه حبيبات سكر في قلب البسبوسة. ما قلبش كتير في الخطوة دي، ما قلبش كتير، لان الدقيق ده بيشرب السوائل كتير بسرعة، بيشرب السوائل بسرعة، وانا مش عاوزاه يشرب السوائل. انا عاوزة يبقى فيه سوائل في قلب البسبوسة عشان ما تبقاش كيكة. انا عاوزة يبقى الحبحبة اللي فيها دي لسه موجودة زي ما هي، عشان دي هتبان لي بعد ما تستوي الصينية. واروح بقى فردة كده، لان انا ما عنديش جلافز، فانا رحت ايه فردة كده عشان ما اوسخش ايدي. وفي نفس الوقت الكيس ده هيسهل لي عملية الفرد، عشان لازم تفردي كويس جدا، ما تبقاش فيها مطبات وما تبقاش حتة طالعة وحتة نازلة. فجبت بقى مية في مكان ما انا كنت حاطه في الخليط بتاع البوله اللي فيها الخليط، جبت ميه كده، واروح ايه فرده بيها الصينيه، واضربها كده ضربتين كده على الرخامه، واروح كده مقطعاها اي بقى تقطيع عندك، مربعات، سمبوكسات، تبقى اي تقطيع انت عاوزاها. وجبت بقى سوداني، اقل حاجه في السعر وعلى قد الايد، يعني هو السوداني على قد الايد، متناول الايد. مش عاوزه سوداني ولا عاوزه اي حاجه، وممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي بندق، ممكن تحطي لوز، او ممكن تسيبيها كده ساده بس كده. وبعدين بقى بدخلها الفرن على درجه حراره 180.
في الرف الوسطاني. وبعد كده اروح بقى عامله المقدار بتاع الشربات، كوبايه ونص سكر وحطيت كوبايتين ميه. هو انا بس عاوزه الفت نظركم في حاجه، المفروض كنت حطيت كوبايتين ونص ميه، فانا حطيت كوبايتين ونص ميه، كوبايتين ميه وكوبايه ونص سكر، بس هي طلعت مسكره معايا شويه، وانا ما بحبش البسبوسه تبقى مسكره. انا عامه ما بحبش الحاجه الحلويات الشرقي دي مسكره قوي. فلو انت عاوزه تسيبيها كده تبقى السكر بتاعها كده خلاص، زي ما انا حامله كوبايه ونص سكر مع كوبايتين ميه وبس كده، وترفعيهم على النار، ونص عصره ليمونه والفانيليا قبل ما تطفي النار بحاجة بسيطة. وبعد كده بقى ايه، تروحي قافلة النار، وبعد كده بقى تسقي ايه البسبوسة بتبقى سخنة والشربات بيبقى سخن، بس كده. وبصوا بقى، مش قادرة اقول لكم هتاخد كمية الشربات كلها، ما تقوليش ان هي لا كتير عليها، لا كمية الشربات كلها. انا هدلق كمية الشربات كلها دلوقتي، بس ايه، بس يعني ايه، يعني بخليها تاخد راحتها ان هي تشرب الشربات. كل ما تشرب اروح مضيفه الشربات تاني، وبعد كده بروح مغطيه عليها، ما اقطعهاش على طول، بسيبها ترتاح كده شويه، بس اغطي عليها عشان تبقى طريه. لو حباها كريسبي شويه سيبيها من غير غطا. بصوا انا هحط المقدار والشويه اللي في الكازرونه دي هحطهم برضو، بس مش قادرة اقول لكم والله العظيم طعمها جميل جدا. جربوها يا جماعة، جميلة جدا زي بتاعت بره بالظبط. يعني بصراحة مش قادرة اقول لكم، نجحت معايا وجميلة، والقوام بتاعها مظبوط، المقدار الشربات بتاعها مظبوط، بس انا ما حبيتش السكر الزيادة. ممكن تقللي شوية تكتري شوية من المية، زودي المية في الشربات عشان تقلل اللسعة بتاعت السكر دي، انا ما بحبهاش. بس لو حد تاني حابب السكر ان هي تبقى مسكرة خلاص. بصوا طرية جدا وماشية معايا. طبعا التقطيعة اللي انا كنت مقطعاها في الاول قبل ما تخش الفرن انا همشي عليها تاني، لان هي بتقفل، همشي عليها تاني. وبعدين انا لما كنت حطاها في الفرن حطيتها تحت في الرف الوسطاني، وبعد اول ما افتح عليها يعني بعد ايه مثلا 20 دقيقة كده، لو لقيت الحروف بتاعتها الجوانب بتاعتها احمرت يبقى خلاص ما سيبهاش اكتر من كده. اروح مشغله اطفي تحت واشغل عليها الشوايه وافضل واقفه لها. اوعي تسيبيها، اوعي تتلهي في اي حاجه وتروحي مثلا حتى لو انت واقفه لها اتكلمتي مع حد ولا دماغك فكرت في حاجه تانية غير الفرن هتنسيها. خليكي مركزه ودايما اقعدي ايه يعني حاطه في دماغك ان انت حاطه حاجه على الشوايه بس تدي اللون اللي انتوا شايفينه ده. بصوا القطعه مقطوعه بخرطتها، يعني الخرطه بخرطتها مش مهريه ولا اي حاجه، ده هي بهريها بس بالمعلقه بتدوب معايا دوب. جميله جدا جدا، جربوا الطريقه دي جميله جدا. الزيت اخف من السمنه، يعني انا ما اكلتها عجبتني جدا لانها خفيفه مش زي السمنه. والزيت برضو ميزته ان هو مش منشفها لي، لا حلوه. وبعدين ميزه الزيت ان هو ما بيلكمش زي السمنه، تاكلي خرطه او خرطتين مش هتتعبي منه. ما تنسيش بقى لايك واشتراك للقناه. مع السلامه.